السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب تانية إعدادي، أخباركم عاملين إيه؟ معاكم مستر عبد الرحمن كساب. النهاردة إن شاء الله هنفك شفرة الإنجليزي. تمام؟ يعني إيه؟ هنشتغل في المنهج بمشرط الجراح، هندخل في تفاصيل المنهج واحدة واحدة، مش هنسيب أي فتوتة في الامتحان. تمام؟ أي حاجة هتلاقيها عندك في الامتحان بعون الله بعون الله هتلاقينا شرحناها. سمي الله كده وصلى على رسول الله، ويلا بينا نبدأ كده إن شاء الله. بسم الله. في الاول كده يا حبيب قلبي، تمام، هنبدا كده باول حاجه خالص عندك، وهي اسهل حاجه خالص عندك في المنهج. خلاص، وهي ايه؟ هتلاقي عندك كده اول حاجه خالص، وهي حاجه اسمها imperative. صيغه الايه؟ صيغه الامر. تمام تمام يا حبيبي. ايه صيغه الامر دي يا مستر؟ احنا دخلنا على طول في المنهج، ركز معايا كده عشان احنا ايه، هنلم الدنيا كده باذن الله مع بعض. ايه الامبيراتيف ده؟ الامبيراتيف ده يا حبيبي هو صيغه الامر. صيغه الامر وهي ان انت تبدا بالفعل مصدر، افعل كذا ولا تفعل كذا، اعمل ده وما تعملش ده، صيغه امر عادي. تمام، فاحنا بنبدا بالفعل ايه؟ مصدر. الفعل المصدر ده صيغه امر عادي، ببدا جملتي، هي جملتي اصلا بتبدا، يعني ده البدايه، ده بدايه الايه؟ الجمله، البدايه بتاعتي بتبدا بفعل. خلاص، او ان انا ابدا بحاجه اسمها don't. لا مش doesn't، don't بس، مفيش don't او doesn't، هي don't بس. عارفك قلتها في سر. لا، انا عندي هنا don't مع فعل ايه؟ مصدر، بدون اي اضافات، يبقى يا اما مصدر يا اما don't مع مصدر. او يا سيدي ان احنا نحط كلمة never وبرضو معاها الفعل المصدر، او يا سيدي نفس الكلام معاها الفعل الانفينيتيف المصدر. خلاص، يبقى انا عندي infinitive على طول، don't والانفينيتيف على طول، never والانفينيتيف على طول. بس ده صيغة امر اثبات، يعني بقول لك اعمل كذا. طب don't، لا ده صيغة امر، بس الامر ده امر منفي او امر نفي. نفس الكلام ده امر نفي، بس امر نفي بكلمة ايه؟ never. يبقى انا عندي صيغة امر بالفعل او امر بعدم الفعل. خلاص، فاقول لك مثلا كده افتح الباب، يلا open the door، افتح الباب. تمام، طب لا تفتحش الباب، فاقول لك don't open the door. don't open the door، لا تفتح الباب. ده صيغة أمر. أو أقول لك مثلا never do this again. never do this again، لا تفعل ذلك أبدا، اوعى تعمل كده تاني، سامع؟ اوعى تعمل كده، never do this again. ولكن في صيغة الأمر اللي احنا عمالين نقوله ده، يجي لك جملة تبقى فيها مثلا should or shouldn't، يبقى فيها should أو shouldn't اللي هم أصلا ما لهمش علاقة أصلا بالأمر، ولكن احنا بنستخدمهم to give advice، عشان ندي بيها نصيحة. وأحيانا ما بنلاقي جملة أمر هو بيقول لي تعالى استخدم فيها كلمة should. يعني مثلا واحد كده بيقول ايه؟ eat healthy food، كل أكل صحي. الاقيه كده يقول لي انا عايزك تستخدم لي كلمة should، ده في السؤال، يعني هي صيغة امر اصلا بدأ بايه؟ eat healthy food، كل اكل صحي، ودي صيغة imperative، صيغة امر اصلا. احولها ازاي انا بقى لصيغة نصيحة باستخدام كلمة should؟ بس يا سيدي كل اللي هنعمله، هبدأ بالسبجكت بتاعنا you should، يجب عليك، you should مع الانفينيتيف، بس كده يا مستر. او ان انت تنفيها بيو shouldn't مع الايه؟ الانفينيتيف. بس ده لو كان صيغه ايه؟ don't or never. يعني انا عندي don't او never استخدم shouldn't. تمام، كمثال انا هنا بيقول لي eat healthy food او eat healthy food، انا اعملها ازاي؟ كل اللي هعمله ايه؟ اقول you should والانفينيتيف، بتبقى اجابتي you should eat healthy you should eat healthy food، يجب عليك
ان انت تاكل طعام صحي. يبقى انا كده حولت جمله من imperative لصيغه امر لجمله تانية خالص فيها ايه؟ فيها advice، فيها نصيحه. تمام؟ وهكذا. يبقى حولت جمله imperative لجمله advice ب should or shouldn't. كمثال مثلا على كلمه shouldn't، واحد بيقول لي كده don't stay up late. Don't stay up late. Don't stay up late. لا تسهر لوقت متأخر. ولاقيه بيقول لي استخدم shouldn't. استخدم ايه؟ shouldn't. اعمل ايه؟ اتفقنا هقول you، اشيل النيجاتيف اللي هنا النفي واحط بداله you shouldn't. You shouldn't stay up late. You shouldn't stay up late. لا يجب عليك ان انت تسهر الوقت متأخر. تمام؟ صعب كده يا ياسر؟ لا مفيش حاجة صعبة، بس برضو من صيغ الادفايس. يعني انا عايز اعبر عن ادفايس، هل ده انا بس اعبر عن الادفايس باستخدام you should بس، سواء باستخدام should or shouldn't؟ اكيد لا طبعا. فانا عندي هنا should or shouldn't بتحط من بعدها ايه؟ الانفينيتيف. دي اول صيغه من حاله ان هبدا بالسبجكت اللي احنا بننصحه. you should you shouldn't وبعدها المصدر. دي اول صيغه بستخدمها للنصيحه. بيساويها حاجات تانية كتير واولها خلاص. اقول مثلا I advise you to. I advise you to مع الانفينيتيف، انصحك بان تفعل كذا. الصيغه الثانيه وهي اقول مثلا if I were you انا لو مكانك I would. طب ده في حاله انه should. طب لو shouldn't I advise you بدل to يبقى not to مع الانفينيتيف برضو. تمام؟ مع الانفينيتيف. يبقى I advise you to أنصحك بأن تفعل كذا. I advise you not to بأنصحك أن لا تفعل كذا. تمام؟ If I were you I would. If I were you بدل I would، تعالى كده نشيلها أهو. If I were you من بعد الكومة عندي حاجة من اتنين، I would أو I wouldn't. تمام؟ If I were you أنا لو مكانك I would or I wouldn't. إمتى؟ لما يكون صيغة إيه؟ نصيحة، حاجة يجب تعملها، يبقى I would. I wouldn't يبقى لا يجب عليك أنت تعمل كذا. طب ما تيجي نطبق ده على الجملتين اللي إحنا قلناهم ورا، على كلمة eat healthy food. ولاقيه بيقول لك كده استخدم لي كلمة advise مش advice بالسي مش بالاس. تاني، مش بالاس، بالسي. في فرق يا مستر، في فرق. اقول لك ازاي؟ تعالى كده. احنا قلنا هنا بستخدم ايه؟ advise بالاس. انما لو انا جيت حبيت استخدمها كده my advice to you is to لو انا بنصحك بحاجه يجب ان انت تعملها. يعني اقول لك is to مع الانفينيتيف يجب ان انت تعمل ده، او is not to مع الانفينيتيف. يعني ايه؟ my advice نصيحه بالسي، هنا بقول له نصيحتي ليك، غير لما اقول I advise انا انصحك. I advise you انا اللي بنصحك، غير لما اقول له my advice to you انا نصيحتي ليك is to او is not to. ان تفعل كذا is not to، ان لا تفعل كذا. فانا لو استخدمت هنا eat healthy food وقال لي advise بالاس، هعمل ايه؟ هقول له I advise you to eat healthy food. Eat
healthy food. طب لو قال لي advice هقول له my advice to you is to eat healthy food. تمام؟ وهكذا. صعب يا شباب؟ لا مش صعب يا مستر. طب لو كان في don't هنحط not هنا. تمام؟ طب لو قال لي استخدم كده، قال لي استخدم if في الجملة دي، اقول له كده if اهو استخدم الصيغة الثالثة دي if I were you انا لو مكانك I'd eat healthy food. صعب كده يا شباب؟ كده احنا عرفنا اول يونت بيتكلم عن ايه؟ عن تحويل صيغة الامبيراتيف صيغة الامر للادفايس لصيغة نصيحة، وازاي نلعب ما بينهم. تمام؟ وخاصة كان في مثال كان موجود عندك في الكتاب زي كان بيقول don't forget to buy some bread. تنساش تشتري عيش. تمام؟ وقال لك استخدم لي remember يتذكر. فانت هتيجي تبص كده هتلاقي ان don't forget معناها لا تنسى، ما تنساش تعمل كذا، وهو عايز يقول لي افتكر remember، فانا هشيل don't forget واحط ما يساويها وهو remember. تذكر remember to buy أن تشتري some bread. تمام؟ كده تمام يا شباب. كده احنا خلصنا أول يونت. تمام؟ عايزك بقى كمان تيجي معايا في السكند 2 يونتس اللي جايين، عشان هم تافهين جدا، حرفيا تافهين، وانت بتحلهم بصباع رجلك الصغير. خلاص؟ فانت عندك حاجة كمان هنتكلم عنها وهي الكونتراست. يعني ايه يا مستر الكونتراست؟ هو التناقض. يعني ايه تناقض يا مستر؟ يعني حاجتين مش راكبين على بعض، حاجتين يعني متداخلين، يعني مستحيل يركبوا على بعض خالص. تمام؟ مش متداخلين خالص. فالكونتراست هو التناقض، يعني حاجتين عكس بعض. تمام؟ زي مثلا انا بحب كذا لكن ما بحبش كذا. طب ده بنعمله ازاي؟ اقول لك يا سيدي، انا عندي جملة اهي، خلاص، كوما، ونستخدم كلمة اسمها but، ودي أشهر كلمة احنا بنستخدمها في الكونتراست. تمام؟ وتحط من بعدها جملة تانية. خلاص؟ دي أشهر كلمة احنا ممكن نستخدمها، وانت بالنسبة لك في الكونتراست كلمة but هي أسهل حاجة. خلاص؟ أو ما يساويها، ولكن ما يساويها محتاج مني نركز فيه كده كويس أوي. شايف دي period أو full stop، نقطة زي ما بنقول عليها، بتبقى موجودة مع الجملة الأولى. خلاص؟ يعني الجملة الأولى خلصت مع period full stop، خلصت الجملة مع period. تمام؟ فبنحط من بعدها however، ومن بعد however بنحط كوما. يبقى أنا عندي but قبلها كوما. أنا يهمني أوي البانكتويشن عشان ده اللي بيحدد لك الكلمة اللي أنت هتستخدمها. تمام؟ however ومن بعدها الجملة التانية. يبقى الجملة الأولى عكس متناقضة مع الجملة التانية، وركز في اللي أنا بقوله، دي الجملة الأولى متناقضة مع الجملة التانية. For example، على سبيل المثال I like sports، أنا بحب الرياضة، but I don't play any. تمام؟ أنا بحب الرياضة جدا لكن ما بلعبش أي رياضة. أنا بحب الرياضة، أتفرج عليها وأشوفها وكده وأتابعها، but I don't play it. تمام؟ I like sports but I don't play it. تمام؟ ونفس الكلام هي نفس الجملة لو أنا استخدمتها I like sports however I don't play any. تمام؟ فأنا كده عملت جملتين متناقضين عكس بعض خالص. تمام؟ ودي معناها ولكن، إنما دي معناها ومع ذلك. خلاص؟ يبقى أنا هنا عندي but وhowever. تمام؟ طب عندنا كمان كلمة بنستخدمها برضو، خلينا نستخدمها
في الأول، خليها في النص عشان ما تصعبش عليك شوية. خلاص، وهي كلمة although. تعالى استخدمها في نص الجملة. although معناها بالرغم من أو مع أن. تمام، ودي ما بستخدمش معاها أي punctuation في نص خلاص، يعني مفيش punctuation خالص وهذا مكانها. تمام، أهو جملتين، ولكن ترتيب الجمل هو اللي بيختلف مع ترتيب الجملة بتاعت but و however. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان دي الجملة الاولى، من بعدها هنا however الجملة التانية. ترتيب الجمل بقى بيختلف، بيجي هنا الجملة التانية وبعدين هنا الجملة الاولى، متناقضين في الايه؟ في الترتيب بس، ولكن الاتنين بيعملوا كونتراست. تمام، يبقى but however قبلهم الجملة الأولانية متناقضة مع الجملة الثانية، إنما although نفس الكلام ولكن ترتيب الجمل هو المختلف. هتلاقيني مثلا أقول إيه؟ I don't play any sports. أنا ما بشجعش، أنا ما بلعبش أي رياضة. although I like it. I like sports. تمام؟ although I like sports I don't play any sports. أنا بلعبش أي رياضة. although مع أن أو بالرغم من. تمام؟ بيساوي كلمة although أكيد كلمة تانية، بس قبل ما يساوي كلمة although حاجة أقول لك بس كده إن كلمة although أقدر أستخدمها في بداية الجملة، أقدر أستخدمها في الأول كده خالص، بشرط يكون بعدها نفس الجملتين. ولكن although بعدها الجملة الأولى، شايف؟ يجي بعدها الجملة الأولى أهو، الجملة الأولى. لو لاحظت إن but بيجي بعدها الجملة الثانية، however بيجي بعدها الجملة الثانية. فأنا عندي although بعدها الجملة الأولى على طول، هنا الجملة الثانية من بعدها الجملة الثانية، يبقى الجملة الأولى هنا والجملة الثانية هناك. فلو أنا حبيت أستخدم although في جملة زي دي، لقيته بيقول لي كده استخدم although، أعمل إيه؟ كل اللي أنا هعمله هشيل but واحط although في اول الجمله، فتبقى although I like sports I don't play any. تمام، بالرغم من اني بحب الرياضه انا ما بلعبش اي واحده منهم. طب بيساوي كلمه although ايه؟ تمام، تعالى كده نخليها يساوي كلمة ايه؟ يساويها ايه؟ نفس الكلام بالظبط، وهي كلمة while من الكلمات اللي انا اقدر استخدمها. نزوم كده عشان يبقى الخط واضح. while نفس الكلام، بيجي قبلها جملة فيها تناقض وبعدها جملة فيها نفس التناقض، بس بيجي برضو بعدها جملة الأولى وهنا الجملة الثانية، زي although بالظبط. أنا هنا استخدمت although بعدها الجملة الأولى اللي هي while I like sports. نفس الكلام، كلمة while معناها بينما أو زي ما بنقول احنا كده بالعامية مع إن. تمام، فهتلاقيني بقول إيه؟ I don't play sports. أنا بلعبش أي رياضة. while I like sports بينما إني بحبها، مع إني بحبها. خلاص، وهكذا، ما بلعبش أي رياضة مع إني بحبها. وصلت الفكرة يا شباب؟ يبقى أنا كده عندي إيه هما؟ تعالى نقولهم مع بعض. but however في النص بعديهم الحاجة التانية، أما although while في النص بعديهم الحدث الأول عكس الترتيب. وبرضو بالمناسبة كلمة while بتيجي في أول الجملة عادي برضو، يعني أنا أقدر أستخدم while زيها زي although بالظبط في أول الجملة. تمام؟ ده كان جزء بيتكلم عن الكونتراست. إيه الكونتراست؟ قلنا التناقض. ولكن برضو هنتكلم عن حاجة تانية وملاش علاقة خالص باللي احنا كنا بنقوله، وهي اسمها result. اسمها إيه؟ result. يعني إيه result يا مستر؟ result اللي هو النتيجة. النتيجة. وفي نفس الوقت هنتكلم عن
reason، لأن مفيش reason، مفيش result من غير reason، مفيش result، مفيش result يعني نتيجة من غير سبب، مفيش نتيجة من غير سبب، مستحيل حاجة تحصل إلا لو كان في سبب. خلاص؟ تمام. ده الريزلت اللي هي نتيجة، وبنستخدمها عشان أعبر عن النتيجة اللي حصلت. فأقول لك مثلا كمثال، أنا ما روحتش المدرسة، ده كان نتيجة لأن أنا كنت تعبان. حلو؟ يبقى النتيجة إن أنا ما روحتش المدرسة، والسبب كان إن أنا كنت تعبان. على قلبكم زي العسل جدا. تمام؟ فريزلت نتيجة، وريزن اللي هو ايه السبب. طب نعمل ايه الكلمات اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعبر عن النتيجة؟ زي كلمة so، تمام، او therefore، او تمام as a result. تاني so therefore و as a result، وكل دول معناهم لذلك. تمام. ولكن اللي بيفرقهم عن بعض هو البانكتويشن بتاعهم، علامات الترقيم اللي انا بستخدمها معاهم هي اللي بتخليهم يبقوا مختلفين عن بعض. ازاي؟ هتقولي so بتلاقي معاها قبلها كوما، هنا جملة السبب لان بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها النتيجة. تمام. و therefore قبلها سيمي كولوم، تمام، فاصلة منقوطة كده، وهنا من بعدها كوما، قبلها جملة السبب وبعدها جملة النتيجة. تمام. نفس الكلام هنا سيمي كولوم وبعدها هنا كوما، قبلها ايه؟ جملة السبب وبعدها ايوه النتيجة. تمام. ده كده استخدامنا للريزلت so therefore as a result. اللي بيفرقهم عن بعض ايه؟ البانكتويشن، الكوما والسيمي كولوم اللي قبل therefore وبعدها كوما، قبلها سيمي كولوم وبعدها كوما، فاصلة منقوطة يعني. تمام. فاصلة عليها نقطة، كوما، سيمي كولوم. تمام. فانا دول كلهم بيعبروا عن النتيجة. فانا مثلا ادي لك جملة I was sick نقطة I didn't go to school. I didn't go to school. واجي كده اقول لك انا عايزك تستخدم لي so. فانت هتعمل ايه؟ فين السبب؟ I was sick، انا كنت تعبان. النتيجة ان انا ما روحتش المدرسة I didn't go to school. يبقى ده السبب وده النتيجة. ايوه. فنعمل ايه؟ جدع، ممتاز. فنروح عاملين نبقى احط ايه؟ اشيل النقطة دي واحولها لكوما واقول I was sick so، ما انساش ان انا هحط ايه؟ كوما. so I didn't go to school. طب لقيتني بقول لك لا، انا عايزك تستخدم لي كلمة therefore. استخدم لي therefore. نعمل ايه؟ نفس الكلام، هعمل نفس الكلام اللي عملناه مع so. بدل الكوما هنقول I was sick، كنت مريض، سيمي كولوم، فاصلة اهي، فاصلة منقوطة كده، ونقول therefore وبعدها كوما I didn't go to school. تمام. ونفس الكلام as a result. تمام. وبعدها as a result اعمل ايه؟ I was sick as a result I didn't go to school، وهكذا يا شباب. يبقى انا كل اللي عندي في result النتيجة بستخدم so therefore as a result، وكلهم بنفس المعنى. قبلهم reason، قبلهم الايه؟ reason، قبلهم السبب، وبعدهم result النتيجة. طب مين اللي انا بستخدمه هنا عشان اعبر بيه عن reason؟ كل الكلمات اهو because، لأن، as،
since. تمام يا شباب؟ يبقى دول كده اللي انا بستخدمهم عشان اعبر بيهم عن ال reason. اللي هو ايه يا مستر reason؟ يعني السبب. تمام؟ because مفيش معاها punctuation، و as نفس الكلام، و since نفس الكلام. ايه ده؟ يعني مفيش punctuation يحدد لي اذا كنت احط كوما او سيمي كولوم ولا حاطه نقطه. هقول لك في الاخر الجمله كده هي اللي هنحطها. خلاص؟ وقبلها ايه يا مستر؟ قبلها النتيجه اللي هي ايه؟ قلنا ان هيجي قبلها result النتيجه، وبعدها على طول هيكون السبب اللي هو reason. السبب اللي احنا بنستخدم عشانه كلمه because او بكلمه as او كلمه since. طب في الجمله اللي كانت هنا دي I was sick I didn't go to school، ولقيتني كده في الجمله دي بقول لك استخدم لي كلمه as، او استخدم لي كلمه because، او استخدم لي كلمه since. ايا كان واحده فيهم ايه هي. فهقول كده because فين السبب؟ ايوه بس السبب اهو I was sick انا كنت مريض، فده اللي هيكون هنا. فهتلاقيني بقول I didn't go to school انا ما روحتش المدرسه because I was sick. او اقول لك انا عايز استخدم as فتبقى برضو نفس الكلام I didn't go to a school as I was sick. تمام يا شباب؟ كده ابسط ما يكون، يعني مفيش اسهل من كده. تمام؟ هنا result وهنا reason، واتكلمنا عن الكونتراست. تعالى كده بقى نحل شويه عن اللي احنا كنا لسه قايلينه حالا. خلاص؟ عشان ما تتوهش مني، وبعد كده نرجع نكمل في الاول. خلاص؟ دلوقتي يا سيدي هنحل كام question كده rewrite على الجرامر. تعالى يا سيدي اهو، عندك اول حاجه خالص rewrite. يلا نحل rewrite اهو يا سيدي 12. تمام. You should eat in the classroom. You shouldn't eat in the classroom. عايز مني don't، فانا هعمل ايه؟ كل اللي انا عايزه ان انا اشيل you shouldn't، والنفي بتاعي هو اللي انا هخليه يبقى don't، فتبقى don't، والانفينيتيف بتاعي eat in the classroom. ما تاكلش في الفصل. تمام؟ مية مية، مفيش اسهل من كده. If I were you انا لو مكانك I'd make a study plan. If I were you I would make a study plan. انا لو مكانك هعمل خطة دراسة او خطة مذاكرة. فانا عايزك هنا تستخدم لي should. حلو. فكل هنعمل ايه؟ قلنا كل ده بيساوي should. If I were you I would. ونقول ايه؟ you. ممتاز ممتاز. You should make a study plan. You should make a study plan. أكمل جملتي عادي. طب تعالى نشوف دي كده. Don't talk loudly. ما تتكلمش بصوت عالي during class time. عايز مني هنا shouldn't. نفس الجملة الأولانية لو خدت بالك احنا استخدمنا don't بعد ما شلنا shouldn't. يبقى هشيل أنا don't وأقول you shouldn't. هتبقى جملتي you shouldn't، والفعل بتاعي talk. You shouldn't talk loudly كده، واكمل جملتي عادي. تمام. طب ما تيجي نمبر 4. My advice is to. خدت بالك اللي احنا قلناها من شويه؟ My advice is to. عايز مني هنا should. كل ده بيساوي ايه؟ should. اشيله واستخدم you should have. تمام. يبقى دي you should have، واكمل جملتي. You should have a study timetable. عايز مني هنا الجمله اللي قلنا زيها remember، بيحط لي don't forget. ما تنساش don't forget. ولو عندك remember وهي يستخدم كلمه forget هنضطر نقول don't forget. يعني لو انا كاتب لك هنا remember هتشيل remember وتحط don't forget. تمام. to check your timetable every morning. Don't forget to check your timetable. فأنا هستخدم إيه؟ remember. هستخدم كلمة remember
في اول الجمله اهي remember to. انا عرفت منين استخدم في اول الجمله، هو حاططها لي capitalized كابيتال عشان انا عايز نبدا بيها الجمله. فهنقول remember to check واكمل جملتي عادي لحد morning. however حلو جدا، عايز استخدم however في جمله contrast. although فين؟ في بدايه الجمله. هو سهل عليا ليه؟ لان ترتيب الجمل مع however مختلف، وكل اللي انا هعمله هشيل الكوما دي واحولها لفول ستوب واحط however وبعدين ايه؟ كوما، فتبقى الجمله he studied hard however. خلينا نستخدم نفس الكلمه however he studied hard. خلصت جملتي، حطيت فول ستوب. however ومع ذلك اهي however تمام، حط نقطة احط بقى كوما. however he got low marks. اكمل جملتي. يا مهم يا شباب. طب هنا games improve memory not all games are educational. عايز مني هنا however. بص بقى يا سيدي، games خلي بالك السؤال ده عشان موجود عندك في كتاب التقييمات. games improve memory الألعاب بتنمي الذاكرة، ومع ذلك not all games are educational. مش كل الألعاب تبقى ألعاب تعليمية. في البهوات مقضيينها على بابجي وروبلوكس وخاربين الدنيا. البهوات ركزوا معانا في منهج بيتشرح في امتحان الأسبوع اللي جاي، يا رب نشد حيلنا. تمام، ربنا يوفقكم. games improve memory not all games are educational. تمام. however فانت عندك هنا games، وانا ده الجزء الاول، فده الجزء الثاني هنحطها في نص الجمله، فتبقى games improve memory ونحط ايه بعد ما اكمل الجمله؟ احط نقطه واحط ايه however. مش هيتجبنا خلاص however، ونكمل الجمله الناحيه الثانيه. خلاص. طيب number 8 he got up early صحي بدري but he missed the school bus. عايز مني while الحمد لله بتيجي في بداية الجملة، ولكن لو خدت بالك but missed يعني هنا مفيش subject، بس أنا السبجكت بتاعي he، هقدر أحط أنا he براحتي، فتبقى الجملة he while أهي أبدأ بيها في الأول، هستخدم while في الأول. تمام. while وحطيتها لي capitalized، لو خدت بالك لو حطيت لي capital يبقى لازم ابدا بيه. while he got up early مع ان هو صحي بدري he اضطريت شلت but وحطيت انا he missed the school bus. كمل جملتك للاخر. خلاص. تعالى يا سيدي هنا هنسيب ده دلوقتي وهنرجع نكمله، بس الأول محتاج من سيادتك شوية تركيز. خلاص. تعالى كده يا سيدي هنشرح دلوقتي حاجة اسمها past perfect. اسمها ايه يا مستر؟ past perfect. حاجتين حصلوا، بس الأول خلينا في past perfect وهو شكله ايه. تمام. عندك past perfect يعني يا مستر مضارع تام. اسمه ايه؟ سوري، past perfect هو الماضي التام. برضو ما فهمناش يا مستر، ما احنا خلاص بقى قلنا احنا بنعمل ريفيجن، بس المفروض نكون عارفين الكلام ده. بس انا هقول لك برضو كأنك لأول مرة تسمعه، الباست بيرفكت هو حدث تم، حتى اسمه تام. يعني ايه تام؟ يعني ماضي تم وخلص. هتقولي طب ما يا مستر ما هو ماضي كده فأكيد خلص يعني. هقول لك بس الكلام ده لو كان ماضي وخلص خلاص ده اسمه باست سيمبل. باست سيمبل يعني ماضي بسيط، انما ده باست بيرفكت ماضي تام. هتقولي طب ما هو خلص برضه. افهم بقى يعني ايه تام وخلص ويبقى تام بيرفكت. اقول لك يا سيدي كده هو عبارة عن حدثين مش حدث واحد. تمام. احدهما تم قبل الاخر. ما فهمتش برضه ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس اقول لك يا سيدي كده من الاخر، هو الحدث
الأول بين حدثين. يعني حاجتين حصلوا، اللي في الأول ده ماضي تام، واللي حصل من بعديه هو الماضي ايه البسيط. ايه ده يعني كلمة هيبقى في ماضي بسيط؟ هيبقى معانا حدثين، جملتين. اقول لك كده، انا بعد ما اكلت او اتغديت عملت الواجب، او مثلا انا بعد ما عملت الواجب انا اتفرجت على التلفزيون. خلاص وصلت كده، انا عندي حدثين. طب شكله عامل ازاي يا مستر؟ اقول لك الاول كده بعيد عن اللي احنا قلناه دلوقتي ده، انا عندي subject فاعل، والفاعل ده هنحط معاه had او اختصارها يعني apostrophe d، وكلمة hadn't او had not او اختصارها hadn't. ده في الاثبات وانا بقول ان عملنا الحاجة دي، وده في النفي وانا بقول ان احنا ما عملناش الحاجة دي. وبعد had او hadn't بنحط الباست participle، التصريف الثالث للفعل. احنا عارفين ان الفعل له 3 تصريفات: present، past participle، مضارع وماضي وتصريف ثالث. الفعل المصدر والفعل في الماضي بالتصريفين، تمام، سواء منتظم او غير منتظم. والتصريف الثالث اللي هو الباست participle ايه البي بي. خلاص وهكذا. طب ما تيجي كده يا مستر نعمل جمله، بس الاول قبل ما نعمل جمله انا اتفقنا معاك ان عندي حدثين واحد فيهم بيحصل قبل التاني. طب شكله عامل ازاي؟ اقول لك كده after I had done my homework، بعد ما عملت الواجب، ايوه كوما عشان اقول الجمله الثانيه، I watched TV. I watched TV. After I had done my homework I watched TV. لو ركزت هنا استخدمت I had done، عملت الواجب اهو، ده الحدث الاول، فاستخدمت ماضي تام. انا اتفرجت على التلفزيون، سوري، انا عملت الواجب الاول وبعد كده اتفرجت على التلفزيون، فانا كده استخدمت ده الحدث الثاني، فاستخدمت فعل في الماضي البسيط watched التصريف الثاني، فده الحدث الثاني. خلاص ده كده شكله. فبستخدم had done وانا عندي جملتين، جمله ماضي بسيط، الثانيه ماضي تام. عندي جمله had وتصريف ثالث، جمله عندي في التصريف الثاني، تمام، يبقى جملتين. عندك جمله ماضي تام يبقى الثانيه ماضي بسيط، عندك جمله ماضي بسيط يبقى الثانيه ماضي تام، وهكذا. طب اعرف منين يا استاذ؟ والله على حسب الرابط او الكلمه اللي انت بتستخدمها. هقول لك انا عندي كلمه اسمها after، كلمه اسمها as soon as، وعندك كمان كلمه once يا سيدي كمان اهو the moment. انا عارف ان دول مش عليك بس انا هقولهم لك. after as soon as once the moment، ودول كده انا هستخدمهم عشان اعمل بيهم كلهم نفس الجملة، تمام. كل دول بيتحط من بعدهم جملتين، بيتحط بعدهم ايه جملتين دايما. after اللي هي معناها بعد، و as soon as once وكلمة the moment معناهم بمجرد ما عملت كذا حصل كذا. فدايما هتلاقي ان هنا الحدث الاول وهنا الحدث الثاني، فيبقى اللي هنا past perfect، اللي هنا يبقى ايه past perfect ماضي تام، واللي هنا ده هيكون ماضي، ايوه ممتاز اللي بيقول معايا past simple. تمام. يبقى انا عندي حدثين، لو بدات after as soon as و once و the moment، دول بيكون بعدهم past perfect ماضي تام، والناحيه الثانيه past simple ماضي بسيط. زي ما احنا قلنا هنا after I had done my homework I watched TV، او ان انا اخليهم اصلا في نص الجمله. ازاي؟ استخدم after، لو خدت بالك في الاول هنا capitalized وهنا لا في small اهي after، وعندك كمان as soon as once وكلمة the moment، دول كده في نص الجملة قبلهم حدث وبعدهم حدث. احنا اتفقنا دايما هنلاقي بعدهم الحدث الاول، فيبقى هنا الحدث الاول وهنا الحدث الثاني، فتلاقينا ان احنا عكسنا، فيكون هنا ماضي ايه ممتاز بسيط، وهنا ماضي ايه ممتاز تام. يعني ايه تام بقى؟ يعني انا هستخدم هنا had مع تصريف ثالث وهنا تصريف تاني فقط،
تمام، او hadn't يعني لو هنفي، hadn't مع تصريف تالت. هنا بقى ماضي بسيط، ايوه يعني تصريف تاني اللي هو منتظم وغير منتظم. هنا هستخدم had وتصريف تالت. هستخدم ايه؟ had وتصريف تالت، او hadn't والتصريف التالت. تمام، وهكذا. طب يعني لو هستخدم after دي في نص الجملة هتبقى ايه؟ هقول لك كده I watched TV، اتفرجت على التلفزيون. after اهو I had، خلي بالك اختصار apostrophe دي، had اختصار apostrophe دي. تقول لي طب مستر، طب ما في would. معلومة كده سريعة على جنب، كلمة I would apostrophe دي تنبقى حاجتين، أحيانا تنفع تبقى had وأحيانا تنفع تبقى would. لو بعدها تصريف تالت تبقى had، لو بعدها فعل مصدر تبقى would. يبقى أفرق ما بين الأبوستروف دي، الأبوستروف دي أفرق ما بينهم إزاي؟ أبوستروف دي past participle، أبوستروف دي وتصريف تالت تبقى had، أبوستروف دي مع فعل مصدر تبقى إيه تاني؟ تبقى would. أبوستروف دي تصريف تالت had، أبوستروف دي مع would مع infinitive تبقى would. هنا أهو قلت إيه؟ I watched TV after، اهي في النص عندك after I had done my homework. خلاص تمام يا مستر. طب انا ممكن يكون عندي صيغة تانية زي كلمة before، ما تنساش before بعدها نفس الجملتين ولكن معاها اختها by the time او كلمة when، وخلي بالك ان دول في بداية الجملة وكلهم معناهم قبل ما عدا when معناه عندما. يبقى while before by the time و when دول كلهم بيكون بعدهم الحدث الاول، قبل ما ده يحصل كان ده حصل، فيبقى ده ماضي ممتاز تام، وده ماضي بسيط. شطار ومية مية، الله ينور عليكم بجد. تمام، تعالى يا سيدي كده نشوف. اقول لك before I sent the email، انا قبل ما ابعت الايميل I had revised it، راجعته. انا قبل ما ابعت الايميل انا كنت راجعته، يبقى عملت ايه الاول؟ راجعته وبعدين ايه؟ بعته. خلاص I sent ده الحدث الثاني، had revised ده الحدث الاول. تمام. طب لو انا عايز استخدمها في نص الجمله اضطر اقول I had revised the email، رجعت الايميل، مفيش كوما ولا اي حاجه خالص في نص الجمله. before عادي بعدها ماضي بسيط، والناحيه الثانيه هنا ماضي تام. before I sent it. تمام. I had revised، I had revised عشان هنا تصريف ثالث، ده ايميل انا رجعت الايميل قبل ما ابعته. خلاص تمام يا مستر. تعالى كده، كل ده كان حاجه، ولو انا قلت لك انا عندي tell وعندي until والاثنين معناهم حتى، برضو نفس الكلام بستخدمهم عشان اعبر عن حدثين انا ما عملتش الحاجه دي لحد ما عملت الحاجه الثانيه، فده الحدث الثاني اللي ما حصلش غير لما الحدث الاولاني ده حصل. فانا بقول كلمه غير لما دي اللي هي حتى، يعني اللي هي تل وانتل. تل وايه يا مستر؟ تل وانتل. فانا تل وانتل دول بيكون قبلهم ماضي حلو بسيط، بس لو لاحظت انا كنت بقول ايه؟ انا ما عملتش الحاجه دي، يعني ده ماضي بسيط وشرط يكون نيجاتيف. يعني ايه؟ يكون ماضي بسيط منفي. طب بينفي بايه؟ الماضي البسيط بننفيه didn't مع الفعل المصدر، واحيانا بننفيه wasn't واحيانا بننفيه weren't، والاثنين دول بيكون بعديهم صفه او بعديهم اسم، دول اخرك. تمام. didn't والمصدر، wasn't وصفة أو اسم، weren't وصفة أو اسم. والناحية التانية عارفين خلاص ده حدث ماضي تام، يعني آخري had والpast participle أهو، آخرك had مع الباست participle أو hadn't نفيها. أقول لك مثلا إيه؟ أقول لك I didn't send، رجعها مصدر didn't send. I didn't send the email، ما بعتش الايميل
until في نص الجملة until I had revised it لحد ما رجعته. خلاص. أو till يبقى هنا ماضي بسيط منفي حدث تاني، وهنا had revised حدث أول. تمام يا مستر. كده ما فيش عندك حاجة تانية غير دول دلوقتي. خلاص. وانت عندك كمان السبب والنتيجة بس مش هنتكلم عنهم دلوقتي. كماضي تام وماضي بسيط، يعني السبب بعديه الحدث الأول فده ممكن يبقى ماضي تام، والنتيجة ده الحدث التاني فيبقى ماضي ايه؟ بسيط. ده لو كان بنعبر عن الحدث في النتيجة في الماضي والسبب في الماضي برضو. الحدثين السبب والنتيجة حصلوا في الماضي. السبب ده هو الحدث الأول فيكون past perfect، والنتيجة هي الحدث الثاني فتكون past simple. أما بقى آخر حاجة يا سيدي وهي ال past continuous. يعني إيه يا مستر؟ past continuous يعني ال past continuous الماضي المستمر، زمن الماضي المستمر. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك كده حدث تم هنا كان بيحصل واستمر شوية وخلص. حدث تم كان استمر شوية وكان بيحصل وخلص. خلاص. طيب يعني ايه يا مستر؟ انا عندي دلوقتي بدأ هنا، ده كله ده حصل في الماضي، وده نقطة المضارع. خلاص. وده نقطة المستقبل، على افتراض ان حاجة حصلت قبل المضارع يعني في الماضي اهو. خلاص. ولكن حصلت هنا واستمرت شوية وخلصت هنا فسميناه ماضي كان مستمر. فيبقى هو عبارة عن حدث كان مستمر في الماضي، بس استمر لإيه؟ لمدة أو استمر لفترة ثم انتهى. تعال نقولها بطريقة أحسن. بدأ في الماضي استمر شوية وانتهى. حدث بدأ في الماضي استمر شوية ثم انتهى. خلاص. شكله بس كده؟ لا مش بس كده، ممكن يكون عبارة عن حدثان كانا مستمرين. سلام على اللغة العربية. تمام أستاذ. تمام. تاني أو حدثان كانا مستمرين، الحدثين دول كانوا مستمرين مع بعض. تمام. قطع أحدهما الآخر، ولا لم يقطع أحدهما الآخر. الحدثين دول كانوا بيحصلوا مع بعض، لم يقطع أحدهما الآخر. يعني مثلا أنا امبارح كنت قاعد بذاكر وماما كانت بتطبخ، أنا ما جيتش عندها ولا قطعتها، سبت الحدث بتاعها مستمر، وأنا قاعد بذاكر هي ما جاتش قطعتني والحدث بتاعي مستمر. تمام. يبقى حدثين كانوا مستمرين محدش فيهم قطع التاني. أو يا سيدي أقول لك هما حدث واحد بس اللي كان مستمر، مش حدثين، حدث واحد بس اللي كان مستمر. ماله؟ جيب حدث تاني قطعوا حدث آخر، وهنخلينا نقول يا سيدي حدث آخر بسيط. حدث آخر إيه؟ بسيط. حدث آخر بسيط أهو. حدث آخر بسيط. تاني حدث كان مستمر كان بيحصل، جه حدث تاني إيه؟ قطع، وقفه ما خلوش يكمل. تمام. يعني كنت بذاكر يا مستر، كنت قاعد بذاكر وجه النور قطع، على قلبنا زي العسل بتتبسطوا قوي. طبعا مش هذاكر خلاص، النور قطع مش هذاكر خلاص. كده ايه؟ حدث كان مستمر فانت ايه؟ قطعوا النور بقى، مش هذاكر خلاص، حجة مش هنذاكر. تمام. طيب يبقى انا عندي كده دول استخداماته. شكله ايه؟ شكله ابسط ما يكون. انت عارف ان عندي I he she it، دول نقدر نستخدم معاهم كلمة was في الإثبات، ونستخدم كلمة wasn't في النفي. واقدر مع كلمة you we they وأي اسم جمع، وهنا أي اسم مفرد. هنا دول بستخدم معاهم ايه؟ were ده في الإثبات، weren't في النفي. يبقى was aware was aware wasn't weren't، was aware wasn't أو weren't، was aware wasn't أو weren't. ومن بعد was aware wasn't أو weren't بنجيب فعل نضيف له ال ing. was were ing was were ing.
wasn't weren't ing. ده كده امتى؟ في حالة الماضي المستمر، حاجة كانت مستمرة. I was reading a story. كنت أقرأ إيه؟ قصة. بس خلي بالك ده حدث كان مستمر في الماضي لمدة ثم انتهى. بس خلي بالك الكلام ده في وقت محدد، يعني كانت بتحصل في وقت محدد. يعني ما اقدرش اقول I was reading last night كده واسكت. اقول last night at 11 p.m. امبارح الساعة 11 انا كنت قاعد اقرا ايه؟ قصة. يبقى هنا عندي last night ده ماست سيمبل، بس لما حطيت لها وقت زي at 11 p.m. كده بقت ايه؟ كده بقت past continuous، ماضي مستمر، كان مستمر. تعالى كده هقول لك جملة تانية. بص يا سيدي، عندنا حدث while as just as، تمام؟ دول بيبقى معاهم جملتين بنفصلهم بكوما، او ان انا استخدمهم في نص الجملة. شايف سمول اهي ودي كابيتال، while as او just as. مالهم دول؟ كده هيجوا في نص الجملة، قبلهم جملة وبعدهم جملة، بس دايما هيكون في هنا ماضي مستمر. يعني دايما هيكون في عندي was او were مع ing. تاني بعد while و as دايما هتلاقي ايه؟ was او were مع ing. تاني يا مستر، while أو while as just as، while as just as ماضي مستمر، ماضي بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. ده احيانا مش دايما. او ماضي مستمر زيه. يعني ممكن الناحية دي يا مستر نلاقي ماضي مستمر، والناحية دي يا مستر ماضي ايه؟ مستمر. خلاص، ماضي مستمر هنا، ماضي مستمر هنا، ماضي بسيط هنا، ماضي مستمر هنا، مستمر هنا، بسيط هنا، سوري مستمر هنا، بسيط هنا. يعني ايه يا مستر؟ يعني الحدث ده كان مستمر، لو في حاجة قطعته يبقى اللي قطعه بسيط، طب ما قطعوش يبقى الاتنين مستمر. خلاص؟ طيب نبقى هنا خلاص عرفنا يا اما ماضي بسيط لو قطعه، يا اما ماضي مستمر لو ما قطعوش. الحدث اللي بعدهم دايما مستمر. تاني while as just as في اول الجمله، في نص الجمله، بعدهم مستمر. الناحيه التانيه الحدث قطعه يبقى بسيط، ما قطعوش يبقى مستمر زيه. طب ما تيجي ناخد مثال. اقول لك while I was reading the novel, while I was reading the novel, the light went out. The light went out. هنا أنا عندي while أو as أو just as. هنا past continuous مستمر. الناحية دي إيه؟ بسيط. ده قطعه وأنا قاعد أقرأ القصة إيه؟ النور قطع. خلاص؟ كده أنا عملت إيه؟ حدث مستمر، حدث قطع. تمام؟ أما بقى في حالة إن أنا قلت لك as I أو while أو just as I was reading, mom was cooking. الحدثين مستمرين. فأنا هنا أنا كنت قاعد أقرأ وماما كانت بتطبخ. أنا كنت قاعد أقرأ ماما كانت بتطبخ. يبقى هنا حدثين مستمرين. هنا was reading، هنا was cooking. تمام؟ تمام كده يا سيدي. تعالى بقى نحل شوية على اللي احنا لسه قايلينه. تمام؟ وعشان ايه؟ نلم الدنيا ونرجع بقى نحل على الفوكاب شوية. تمام يا سيدي. عندك هنا rewrite كمان. I love sports however my brother loves music. تمام؟ I love sports، أنا بحب الرياضة. however مع إن أخويا، ومع ذلك my brother loves music. ده نفس الكلام بتاع كلمة but، واحنا قلنا إن however تمام هي بالظبط كلمة but. فكل اللي أنا هعمله إيه؟ هشيل however، بس لازم أشيلها مع البانكتويشن بتاعها. يعني أشيل الفول ستوب وأشيل الكوما. تاني هشيل الكوما
الموجوده هنا دي اشيلها، والفول ستوب دي اشيلها. ليه؟ عشان اقدر احط البنكتويشن بتاع كلمه but. فيبقى جملتي I love sports، روح حاطط الكوما بتاعت but my brother، واكمل جملتي my brother loves music. انا بحب بحب الرياضه، ولكن اخويا بيحب الايه؟ الميوزك. we stayed at home because it was raining. we stayed at home، احنا قعدنا في البيت because it was raining، عشان كانت بتمطر. يبقى انا عندي هنا كلمه because اهي، خلاص، دي بتعبر عن سبب اهو، ده السبب. وهنا ايه we stayed at home، ده مستر النتيجه. نعمل ايه؟ هو عايز مني هنا as a result هتخليني اشيل كلمه because، طبعا هنحطها في نص الجمله، بس ده السبب، ده النتيجه، ودي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن النتيجه. يبقى هنعكس يا مستر الجملتين. ايوه سامعك جدع، هنعكس الجملتين ونبدا نقول it was raining، هنبدا بيها الاول it was raining. ايوه هتقول لي يا مستر هنحط سيمي كولم، ايوه جدع، as a result، ونحط كوما، سيمي كولم وكوما قبل ايه؟ قبلها هنا كده، وبعدها هنا كده، قبلها تمام، وبعدها we stayed at home. as a result we stayed at home. نكمل الجمله. طب نمبر 15 يا مستر. نمبر 15 بتقول I was tired، انا كنت تعبان. so اللي بيكون في معاها هنا كوما، so I went to bed early. I went to bed early. عايز مني هنا since اللي معناها لأن، تمام، معناها لأن. أعمل إيه؟ هنشيل طبعا كلمة so ونعكس الجملتين، عشان دي بتعبر عن نتيجة وده بيعبر عن سبب. فاضطر أقول I went to bed early أهو، I went to bed early، أنا رحت السرير بدري since لأني I was tired. I was tired. ونكمل جملتي عادي I was tired. تمام. هنا he didn't come to school، هو ما جاش المدرسة because he was ill، لأنه كان تعبان. عايز مني so، أشيل أنا كلمة because وأحط إيه؟ كلمة so وأعكس الجملتين، بس ما انساش الكوما. أقول he was ill so he didn't come to school. تمام. we missed the train. we missed the train، احنا فاتنا القطر. as لان اهي اللي بتساوي because، as we got up late لاننا صحينا متاخر. عايز يقول so، طب ده السبب، دي النتيجه. نعكس يا مستر الجملتين ونحط so في النص مع الكوما. فنقول we got up late, comma, so we missed the train. We missed the train. تمام، ممتاز. I studied my lessons then ثم. هنا عندي حدث أول، حدث تاني. الحدث الأول إن أنا ذاكرت، then اللي معناها إيه؟ then معناها ثم. بعد ذلك I played online، بعد كده قعدت ألعب أونلاين. حالنا كلنا ما شاء الله عليكم، حالكم كلكم نلعب بقى ببجي ومقضينها. I studied my lesson، أنا ذاكرت دروسي، ده الحدث الثاني، سوري ده الحدث الأول، then ثم الحدث الثاني. بس هنا مفيش had، أنا أضطر أحطها وأقول after، بعد I studied هضطر أقول I had studied. هتقولي طب يا مستر انت ليه حطيت كلمة had؟ عشان هو هنا حاطط لي كلمة then. تعالى نمسح كده اوريك هو عامل لنا ايه. هنا حاطط لنا كلمة اسمها then. معناها ايه then؟ معناها ثم. يعني ده الحدث الاول، مضطر اخليه انا يبقى تام، وهنا ده حدث تاني يبقى سايبه زي ما هو بسيط. بس عشان هستخدم after مضطر اشيل then واحط بدلها كوما. تبقى after I had studied كوما، هكمل جملتي my lessons كوما I played games online، لعبت اونلاين. تمام.
I had finished the game. I took a shower. عايز مني after. أو أنا خلصت الأول اللعبة وبعدين خدت شاور. بعد ما خلصت المباراة أو اللعبة بتاعتي ده عملت إيه؟ خدت شاور. يبقى ده الحدث الأول يجي بعد after، وده الحدث التاني. يبقى هقول I took a shower. أنا أخدت شاور عشان after I had finished. after I had finished. هعكس الجملتين واحط after في النص. هنا عندي then وعندي first يعني حدث اولا، وهنا then حدث ثاني. اهو هنشيل دوت ونقول هي. انا عندي had ديت اهي، وهاد التانية بتاعت الزمن اهي، فبقى عندي had. جبتها منين had يا مستر؟ اقول لك انا عندي had وتصريف تالت. التصريف التالت نزلناه اهو، وهاد بتاعت الزمن نفسه had. we had he had dinner. هو اتغدى الاول او اتعشى. تمام، مفيش كوما، هنحط ايه؟ كلمة before he went to bed. before he went to bed. كمل جملتنا. تعالى نفس الكلام هنا اهو. تعالى يا مستر، عندي الجملة الأولانية first he then. اتفقنا هنعمل ايه؟ احط before، اشيل ده كله، اشيل الكوما، احط before فين؟ في النص. بس اضطر بدل arrived تبقى had arrived. يبقى he had arrived home before he had a shower. he had arrived home before he had a shower. تمام. I reached the cinema. the movie had started. عايز by the time، هعكس الجملتين واحط by the time في النص. طب ليه؟ عشان ده الحدث الثاني ماضي بسيط، والحدث الاول had started حدث اول، وهو by the time في النص. يبقى لو في النص يبقى بعدها الحدث الثاني. يبقى هعمل كده ايه؟ by the time بعدها الحدث الثاني، وده الحدث الاول. الحدث الثاني اهو بعدها، ده الحدث الاول قبلها، فهعكس الجملتين احط by the time في النص. she had studied حدث اول، she passed حدث تاني. عايز because يا سيدي اتفقنا السبب بعديه ماضي تام والنتيجة بعدها ماضي بسيط، فانا هستخدم كلمة because اهي في نص الجملة بعدها السبب. فين جملة السبب؟ اهي، هو ذاكر الاول، ده الحدث الاول يتحط من بعد كلمة because، وقبلها هنا الحدث التاني، ده الحدث التاني. Yesterday I studied English and Math. هو هنا ضحك عليك وقال لك انا عايزك تستخدم لي الساعة 3 at 3 p.m. الساعة 3 انا عملت ايه امبارح؟ فانت تضطر امبارح اللي هو في الماضي البسيط ده، لو حطينا للماضي البسيط وقت يتحول لماضي مستمر من past simple ل past continuous، لانه حددنا الوقت. ان قلت لك حاجة حصلت في الماضي في وقت محدد، ده يخلينا استخدم ايه؟ continuous. فانا هقول امبارح او نفس الوقت يعني at 3 p.m. yesterday امبارح الساعة 3 I was studying. ing. I was studying. هنا she was reading when the phone rang. عايز مني while عكس when. تمام؟ اشيل when واحط بدلها كوما، وwhile تبقى فين؟ while تبقى في اول الجملة. while she was reading the book كوما the telephone rang. يبقى انا عندي هشيل كلمة when واكمل الجملتين زي ما انا. تمام؟ طيب الجملة دي بتقول while they were playing football it began to rain. سيادتك هنا كنا احنا بنتكلم عن دول، وكان في عندنا حاجة مهمة جدا، وهي الكلمة اللي مديها لنا دلوقتي في السؤال. لو خدت بالك كلمة during ديت، تمام؟ during بيتحط من بعدها اسم، خلاص. بس لو احيانا لو ما لقيتش الاسم هنحط ايه؟ ing. وده هو عبارة عن اسم برضه، هو اسم بس بشكله شكل الاسم هنا ing اصلا. هو شكل الاسم عبارة عن ing زي playing اللي هي اللعب، اثناء اللعب. during playing اثناء اللعب. هنا مش معنى انا قلت playing يعني لعب يلعب فعل، لا. تمام. الناحية التانية بيكون past
simple ماضي بسيط، او مستمر يعني لو كان حدث قطعه ولا ما قطعوش. تمام، وهكذا. تمام، تعالى كده نشوف اللي احنا كنا بنقوله هنا. عايز منك during اهي، while they were playing football، اثناء ما كانوا بيلعبوا. كل ده كده هنشيله واخد الاسم اللي هنا، مفيش، احط الاي ان جي، فاقول during playing football. الجملة التانية كملها زي ما هي، it began to rain. تمام، عايز studying هنا during my study، اهو اثناء دراستي. فلو انا هحط studying فهقدر اقول during، لا هضطر اشيلها واقول while ما يساويها while I was studying، اهو while I was studying اثناء ما كنت بلعب. ايه اللي حصل؟ the light went out، the light went out، النور قطع. اخر سؤال ابسط حاجه برضو، كلمه when في الاول، فهبدا اشيل while، ده مستمر ده بسيط، هعكس الجملتين واحط ايه when في الاول، فيبقى when my father وجملته came كوما I was studying، لما بابا جه انا كنت بذاكر. خلاص، تعالى كده معايا نشوف كام سؤال حلوين كده على الفوكاب مع بعض. خلاص، سمي الله تاني، صلى على رسول الله. شوف ايه بيقول لك ايه اهو، students must arrive at school time، لازم تيجي في مدرستك في ميعادك. فهي at time، off time، on time. ايوه كده ممتاز، on time. on time يعني في الميعاد المناسب او في ميعادك المحدد، سوري، في ميعادك المحدد. تمام. A school day helps students feel confident. A good planned school day, a good planning school day, a well planning school day, a well planned. ما ينفعش اقول كلمة good مع شكل ده كده، يعني دول اصلا هيبقوا غلط عندي. تمام، فهي تبقى اسمها well planned، well planned مش well planning، المخططة بشكل جيد. يعني ايه مخطط بشكل جيدا، مخطط جيدا. تمام، مخطط يعني موضوع بخطة. Students should their school rules، لما يكون عندنا rules we should ايه follow. طب disobey يعني يعصي، لا يسمع الايه الامور، لا يسمع الايه الاوامر والقواعد. ignore يتجاهل، ما يسمعش كلامها برضه. take يأخذ. طب number 5، my brother always his bag before going to school. دايما اخويا بيعمل ايه قبل ما يروح المدرسه؟ prepares، جدع برافو، prepares، dresses، takes، disorders لا طبعا. تمام. in the classroom في الفصل students should يجب عليهم their hands يعملوا ايديهم before speaking، قبل الكلام في الفصل لازم تعمل ايه؟ برافو، raise ولا rise ولا arise ولا arouse؟ لا، هي طبعا يا مستر بنقول raise، لان raise معناها يرفع ايده او يعلي حاجه يخليها تبقى عاليه. انما rise دي معناها يرتفع. خلاص، والباقيين دول مش عليك. خلاص، فاحنا خلينا في دول raise ورايز، دي زي sun rises بترتفع. تمام. means in a way that works well and produces good results، حاجه بتبقى مالها that works well تعمل بشكل جيد، بنسميها ايه؟ carelessly يعني باهمال، اكيد لا. effectively فعال او بفاعليه. تمام، او بمعنى ايه؟ حاجه فعاله بطريقه فعاله او بفاعليه، او بفاعليه، ودي معناها بسرعه وسادلي، فاكيد هي تبقى ب effectively. طب number 8، having a school timetable helps everything at school to run smoothly. to run something معناها يدير شيء او يعمل او يجعل الشيء يعمل. my phone runs on electricity، انا موبايلي يعمل بالكهرباء، يشتغل بكذا. I usually my notes with my friends on the school bus. I usually notes ملاحظات
write notes, review notes, neglect, delete, pack my notes with my friends on the school bus. بنعمل ايه؟ بعض الملاحظات انا واصحابي. review بنعمل ايه؟ بنراجع بعض الملاحظات. neglect نتجاهل بتساوي كلمة ignore، و delete نحذف، pack يعني نجهز أمتعة زي الشنط مثلا. هنا بقى jeans and ايه are not allowed. They are not allowed مش مسموح بيهم to the dress code. dress code اللي هو قواعد اللبس. dress code قواعد اللبس جوه المدرسة بتقول لنا لا الجينز ولا السنيكرز ممنوعين، لو نلبس يونيفورم بانتس وشوز دول بس. تمام. نمبر 11 instructions التعليمات مالها that tell people what they must or must not do are called. التعليمات بنسميها rules ولا roles ولا reels ولا reads. reads دي اللي سيادتك بتقعد تسهر عليها. تمام. لا انا عندي هنا not to do or not to do. هنا rules يعني ايه؟ قواعد. طب ليه مثلا ما تبقاش التانية؟ دي معناها دور وجمعها ادوار، يعني كل واحد مننا has a role to play in his life. كل واحد عندنا عنده دور في الحياة لازم يقدمه. تمام. students should have manners. لازم يكونوا عندهم manners. يعني ايه manners؟ يعني عندهم اخلاق اللي مش موجودة اليومين دول. لازم نتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق. at school في المدرسة to create ايه؟ atmosphere. to create atmosphere أيوة. positive من غير ما نقرأ. negative يعني سلبي. ايه positive إيجابي. boring ممل، ونفس الكلام dull معناها ممل. تمام. لازم يكون في positive atmosphere يعني جو إيجابي. هنا نمبر 13 time tables جداول المواعيد والحصص help students manage their time carelessly, quickly, wisely, incorrectly. wisely يعني ايه؟ بحكمة. تمام. طيب تعال نشوف 14 كده. my school always to us to wear the correct uniform forgets, destroys, reminds, remembers. طبعا لو المدرسة قلنا remember يبقى هي اللي بتفتكر. لا المدرسة مش بتفتكر. it reminds انها تذكر، هي اللي بتذكر اللي بتفكرنا. students must wear the school uniform every day. يلبسوا اليونيفورم. a school ايه؟ choose the subject for each period. a school ايه؟ shows the subject for each period. a school ايه؟ time table, notebook, calendar. لازم يكون لمادة موجودة بعد كل فترة أو حصة. طيب بنعرفه منين؟ من الجدول. بعرف الحصص والمواد وفتراتها من الجدول التايم تيبل. طب 17 means related to the mind حاجة لها علاقة بالمايند عقلنا and thinking وتفكير. emotional حاجة عاطفية عاطفي. mental عقلي. تمام. physical جسدي أو بنسميه بدني. وبراكتيكال شيء عملي. طبعا احنا قلناها خلاص حاجة related to the mind. تعال نشوف باقيهم هنا. نمبر 18 having a timetable استخدامنا لجدول helps students stay ايه and manage their time wisely. بيخليهم organized يعني مرتبين ومنظمين. recent research shows research البحث الحالي أو الأبحاث الحالية shows that certain games بتقول إن في بعض الألعاب can concentration جاي من concentrate يعني التركيز. الألعاب دلوقتي بتعمل إيه؟ بتشتت تركيزك. destroy بتدمره. release launch improve. لا هي مش بتimprove خالص ولا بتلانش ولا release. هي destroy لأن هي بتدمر تركيزك مش بتخليك تبقى مركز. خلاص. my sister is so that she can't speak in front of strangers. ما بتحبش تتكلم قدام strangers قدام الناس الغرباء. الناس الغريبة هي ما بتتكلمش قدامها. ليه؟ عشان هي مش happy ولا مش tidy ولا مش shy ولا prepared. هي كانت shy
وشاي معناها شخص ايه؟ خجول، بيتكسف. ايه ده بيتكسف؟ Number 21 the games that الألعاب اللي fun with education اللي بيكون فيها fun and education لعب وضحك وجد وحب وكلام فاضي ده. عندك هنا these games that fun with education لازم يكون في تعليم ونفس الوقت التعليم بيكون معاه لعب وحاجات زي كده عشان تنمي مهاراتنا شوية. تمام؟ the games الألعاب بتكون فيها fun مع التعليم ده بنسميه complete combine complain conclude. complete يعني يكمل زي بنعمل complete. combine يدمج يعني يخلط ما بين حاجتين يعمل لهم ايه؟ mix. تمام؟ ودي الإجابة. complain يشكو يشتكي يعني. conclude يختم أو يجيب الختام يعني يختتم. تمام؟ يختم بحاجة. بس لازم الألعاب تدمج ما بين المتعة والتعليم يعني مش هلعب بس بدون هدف لا أنا ألعب وأتعلم في نفس الوقت. 22 my teachers encourage يعني بيشجعوني. تمام؟ they inspire me بيلهموني بالتشجيع. shy students الطلاب الخجولة to ايه بقى؟ يخلوا الطلاب الخجولة اللي مش عايزة تشارك دي تعمل ايه؟ تمام؟ go participate in. تمام؟ prepare ولا order. طبعا عندك participate in يشارك في واختها بالظبط بتسويها take part in. take part in participate in و take part in take part in. تمام؟ smart learning uses التعليم الذكي او التعلم الذكي uses بنستخدم فيه tools ادوات and songs اغاني to make lessons more interesting عشان تخلي كده التعليم شيء ممتع وشيق. digital tools manual electric silly. طبعا هي هتبقى digital tools عشان لسه فيه شويه اغاني بنقول اهو songs محتاجين فيها digital حاجات رقميه زي اللي بنشغل عليها الاغاني وكده. builds confident يعني واثق. انما build بيبني ثقه. الثقه هي اسمها ايه بقى؟ confidence. انما confidently بثقه. تمام؟ ودي يثق ده فعل هي confidence. it builds confidence يعني هي أثر ده الثقة نفسها ده noun إنما ده هنا إيه adjective صفة. a thing that has real importance or purpose حاجة بيكون ليها real importance أهمية or purpose ليها هدف أو غرض. تمام؟ دي بنسميها wasteful careful playful meaningful. حاجة بتكون مستر meaningful ذات معنى ذو معنى وليها هدف هادفة. تمام؟ تمام يا مستر. تعالى دول بقى انا هسيبهم لك محلولين اهو بس الاول تعالى نحل كده سؤال كومبليت او السؤالين الكومبليت دول. تمام؟ برايد يعني فخر. library يعني مكتبة. تمام؟ sneakers انت عرفتها خلاص حذاء. تمام؟ يونيفورم الزي وبراود فخور. طبعا انت واخد بالك برايد وبراود. تمام؟ At my school students must follow the dress code. في مدرستي لازم يتبع الدريس كود. classroom rules قواعد المدرسة. behavior rules قواعد السلوك. تمام؟ at and a rules لازم نتبع قواعد ايه كمان؟ library rules library rules. ده dress code تبع قواعد الايه؟ المدرسة وقواعد اللبس وقواعد الفصل وقواعد السلوك وكمان قواعد الايه؟ المكتبة. عندنا هنا the dress code اللبس بالنسبة للبس requires students to wear the school ايه؟ تلبس the school ايه؟ the school uniform تلبس الزي المدرسي every day كل يوم. jeans and a aren't allowed. jeans and sneakers aren't allowed. sneakers وlibrary وuniform. تمام؟ It's important to keep uniforms clean and tidy to show ما اقدرش اقول show proud to show pride عشان تظهر الفخر والاعتزاز. طب هنا بقى shy قلنا معناها من شوية خجول. interesting ممتع او شيق. having او have يملك او على حسب زمنها. smart او شكلها. smarter اذكى
او اكثر لياقه، شكله اجمل، ذكي وشكله حلو. تمام. important يعني ايه؟ هام او مهم. تعال نشوف. many teachers now use games. كتير من المدرسين دلوقتي بيستخدموا الالعاب in their classroom في فصولهم. students learn better. الطلاب بيتعلموا افضل when they are، لما يكونوا are ايه؟ they are ايه؟ interesting ولا smarter ولا important ولا shy؟ طبعا الطلاب بتتعلم اكتر when they are smarter ولا interesting ولا shy؟ اكيد وهم shy مش هيتعلموا. تمام. فمش هينفع استخدم shy. ولا interesting when they are interesting fun. لا طبعا لما يكون they are، انا عندي are اهي having، عندك are having fun، انا عندي بعدها fun. when they are having fun. تمام. games can make. الالعاب دي can make difficult ايه؟ subjects. تخلي المواد السبجكتس الديفيكالت الصعبه دي مالها؟ ما زي الماث والساينس. تمام. زي الماث والساينس، الحمد لله ما قالش انجلش. more ايه؟ interesting. تخليها more interesting، اكثر متعه. they also help. كمان بيساعدوا help ايه؟ students. يخلوا الستودنتس participate، يشاركوا. مين اللي هيشاركوا؟ shy. يخليهم يشاركوا. shy students participate actively in lessons and so they can أو so games make you. تخلي الألعاب، هل الألعاب make you تخليك أنت إيه؟ smarter، أذكى. make you smarter هتخليك أذكى. the answer seems to be yes. احتمال تكون الإجابة yes. تعالى هنا كمان بعيدا عن دول كمان ولا القطعة دي. تمام كده احنا يا شباب يعني احنا حلينا أهم الإيه؟ الجزئيات. تعالى هنا هنا اهو خلاص. تمام. allowed يسمح أو مسموح يعني. respect يحترم. respected محترم. forbidden ممنوع أو محظور. hallways الممرات والطرقات اللي موجودة عندك في الصالة. تمام. أو أيا كان القاعة. behavior rules قواعد السلوك are important مهمة جدا at any school في أي مدرسة. students must الطلاب يجب عليهم teachers and each other لازم يحترموا بعض. فأنا عندي هنا must بعدها infinitive زي respect. respect يحترموا بعضهم and their teachers من مدرسينهم. avoid running يتجنبوا الجري in the hallway في الممرات. they running in the hallways and help keep يساعدوا keep the school clean يحافظوا على نظافة المدرسة. cell phones are not الموبايلات السيل phones مالها are not allowed غير مسموح بها. are not allowed in class and eating or drinking inside classroom والأكل والشرب جوه المدرسة أو جوه الفصول is forbidden. is إيه؟ forbidden ممنوع ومحظور. آخر حاجة هنقولها بالنسبة لديت leadership degrees communication marks highlight. تمام. leadership اللي هي القيادة. تمام. degrees اللي هي الدرجات. تمام. and communication التواصل. تمام. marks برضو معناها درجات أو علامات. highlight يحدد أو يركز على حاجة. خلاص highlight. تمام. تعال نشوف job profile لازم نركز على الجوب بروفايلز اللي موجودة عندنا في المنهج. يعني ايه job profile؟ يعني ملفات أو أشكال الوظيفة بتاعتك. الجوب بروفايل بتاعك الملف الوظيفي بتاعك. الملف الوظيفي لما تروح تقدم على وظيفة بتعمل CV ده بيكون اسمه الجوب بروفايل. often mention the specific skills لا بيكون فيها skills needed.
often mention the specific skills المهارات needed اللي محتاجينها such as زي teamwork, problem solving and communication. عندك communication اللي هو التواصل زي التواصل، و teamwork العمل الجماعي، تمام، problem solving حل المشكلات، تمام، and sometimes واحيانا they also qualifications they also ايه they also highlight qualification. طبعا عندنا sometimes leadership، طبعا عندنا كمان leadership. يبقى عندنا ايه هم الجوب بروفايل او السكيلز needed in the job profile؟ ايه هي؟ communication, teamwork, problem solving and leadership اللي هي القيادة، تمام. لازم يكون بيعملوا ايه بقى؟ they also highlight بيركزوا جدا وبيحددوا highlight they highlight ايه بقى؟ qualifications اللي هي المؤهلات، بيحددوا مؤهلاتنا بيركزوا عليها، تمام. like university degrees الدرجات العلمية degrees درجات علمية، يعني أنا دلوقتي مستواي التعليمي إيه، تمام، الدرجة العلمية اللي اتعلمتها. إيه السيرتيفيكيتس؟ يعني الشهادات اللي معايا، الشهادات اللي عندي. التكنيكال تريننج إيه؟ التدريب التقني أو اللي التكنولوجي اللي عندي، خلاص، وهكذا، تمام. ده كان كده شرح وحل كده على أهم الفوكاب اللي عندك، وبكده احنا نكون راجعنا كل الجرامر اللي عندك وكل الفوكاب اللي يخص المنهج عندك، وفرمنا كل حاجه، مش ناقصك من المنهج حاجه خالص غير هي حاجه واحده بس، وهي الستوري، واحنا هنتكلم عنها في فيديو منفصل كده نشرح فيه كل الكاركترز، الشخصيات والاحداث والتايم اند بليس والسيتنج بتاع الستوري، يعني مش هنسيب اي حاجه تخص الستوري، تمام. وسايب لك كده الفيديو اللي جاي بتاع الستوري حرفيا هيدمر الستوري، مع ان هي اصلا حاجه ذا جانجل بوك ماوجلي انتوا عارفينه اصلا، يعني قصه اوريدي تافهه، خلاص، فما تقلقوش من حاجه، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.